طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يعتبر أول فيديو بعد غياب استمر لمدة 3 سنين. والفيديو ده بصراحة له أهداف في دماغي، يعني أنا حابب أحققها منه. أولهم خلينا نتكلم عن ليه أنا وقفت خلال فترة ال3 سنين اللي فاتت. يمكن كانت أول مشكلة بتواجهني ألا وهي البرفكشنزم، ان انا لازم عشان كنت اقعد القعده اللي انا قاعدها قدام الكاميرا دي اكون كاتب السكريبت بالكامل. which is لو مثلا الفيديو كان طويل كان ممكن كتابه السكريبت دي بتاخد مني حوالي ساعتين 3. كنت لازم اقول السكريبت زي ما انا كاتبه بالظبط. ودي برضو كانت حاجه بتستهلك مني مجهود كبير وطاقه كبيره، especially ان زي ما قلنا ان في حته perfectionism. فكان مثلا لازم ان انا الجملة لو قلتها غلط أو حسيت إن هي مش مظبوطة قوي لازم أعيدها مرة واتنين وتلاتة. وده طبعا كان بيحط لود عليا في المونتاج أو بيكلفني فلوس بقى لو هخلي حد هو اللي يعمل لي المونتاج. فزي ما انت شايف عادي جدا انا الكام جملة اللي فاتوا دول ما قلتهمش بأفضل شكل بيرفكت. بس قشطة يعني. من المشاهدات او من اللي انا لاحظته اخر فترة ان بعد ما قدرات الايديتنج اتطورت زياده عن اللزوم ومعاها الاي اي وهكذا، بدأ الموضوع البلين او اللي هو الايه الساده ده اللي هو ما فيهوش لعب كتير بدأ يبقى له قيمه كبيره. وبدأت الناس تابريشيت اكتر او بتبني عند الناس اوثنتسيتي اكتر. فكره ان انا ما اكونش بعمل مثلا حاجه بيرفكت 100% وان انا الناس تشوف مني ان انا عادي قشطه. بتهته ممكن وانا بتكلم، ممكن بتكعبل، ممكن مش مظبط افضل حاجه. فور شور النهارده في توبيك انا جاي اتكلم عنه، يعني دي حاجه اكيده او هدف الفيديو الاساسي برضو النهارده عشان خاطر ما اضيعش وقت اي حد هيتفرج، هو ان انا ارجع اعمل كونتنت وان انا اكون كونسيستنت. طبعا الكونسيستنسي دي ليها ثمن رهيب. ويمكن من قدوتنا في الموضوع بتاع الكونتنت مثلا شخص زي احمد ابو زيد. احمد ابو زيد كونسيستنت النهارده على قصه الكونتنت دي داخل في اكتر او حوالي 10 سنين مثلا، which is ده رقم مرعب. لما بتيجي تشوف بقى الاكيوميليشن بتاع الريزلتس بتاعت العشر سنين هتلاقي ان فعلا يعني كما يقولون ان الكل اكبر من مجموع اجزائه. وان الفكره مش في ان فيديو يطلع مش بافضل شكل ممكن او مش في افضل مود ممكن او وات ايفر، قد ما الفكره كلها ان انت تكون كونسيستنت على ديليفرنج الفاليو للناس اللي بتتفرج عليك فعلا. فال ده الهدف الاساسي من الفيديو. نرجع تاني لنقطه انا ليه توقفت خلال فتره ال3 سنين دي. اولا طبعا انتوا هتلاقوني يعني ببص كل شويه هنا عشان بس ايه انا خايف اللابتوب يقفل، فخليني اعدل نفسي. آه، طيب اولا زي ما قلنا حته البرفكشنزم. وثانيا كان موضوع ان في لايف ايفنتس كتير حصلت في حياتي، زي تغيير اماكن الشغل اللي انا بشتغل فيها، وزي الجواز والخلفه والحاجات دي كلها. فيعني انا مؤمن ان الحياه فيها بريوريتيز، وساعات كتير ممكن ان انت تبريوريتايز حاجه على حاجه. مش بقول ان كان اصح شيء ان انا اتوقف عن صناعه المحتوى سبيشالي بعد ما يعني على بلاتفورمز كتيره كان في نمبر اوف فولورز محترم. ليتس سي مثلا على فيسبوك كان في اراوند 90,000 فولور، على تيك توك حاجه و30,000 اند سو اون. فكان في ارقام كتير كويسه. بس انا برضو مؤمن في نفس الوقت ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، يعني او بحاول دايما افكر نفسي بده. ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. فالموضوع ده مهم ان انت دايما تكون حاطه في بالك ان لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يعني مش هنقعد بقى ايه نحرق كتير اصل انا كان ممكن لو عملت كذا في الوقت كذا كنت حققت مش عارف ايه وبتاع. لا يعني خلينا مؤمنين ان طالما هي حصلت دلوقتي ف...
فده افضل حاجه يعني في قدر ربنا. آه، دي كده تاني، ده كده تاني سبب للتوقف عن الكونتنت. تالت سبب برضو يعني يمكن ان انا كنت وقتها شويه مهزوز في اي نعم، انا كنت بطلع كونتنت كويس نوعا ما الحمد لله يعني، بس كنت مهزوز في الحاجه اللي بقولها، سبيشالي مثلا انا كنت بتكلم على توبكس حساسه شويه زي استثمار وفلوس ناس وبتاع ومش عارف ايه. ما كانش لسه يعني، انا كنت واخد ابروتش بتاع ايه اللي هو انا بتعلم مثلا، انا بتعلم ان انا ازاي استثمر فلوسي وازاي اعمل الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت انا بعرف الناس ازاي تعمل ده زيي. حققت منه نتائج وقتها؟ كان لا، بس كنت عارف او كنت يعني مترست في البروسيس ان شاء الله في خير هيحصل من الحاجه دي، بس ما كانش عندي ايه اي ادله يعني. بفضل الله النهارده ايه يعني معايا ادله يعني، وي كان شير ات ليتر ان شاء الله. بس كنت وقتها برضو ايه زي ما بقول لك مهزوز شويه، ففكره ان انا اطلع كونتنت دايما وانا بتعلم دي ما كانتش افضل حاجه بالنسبه لي، خصوصا ان كانت فتره وقتها ان انا عندي 24 سنه ولا حاجه. الموضوع برضو ايه، مش هقول ان انا دلوقتي كبير اكبر حاجه يعني او خبير او ضليع، بس وقتها ما كانش الموضوع بالنسبه لي افضل شيء. وبرضه this is not a justification ان انا اوقف، بس انا بحاول ايه اشير معاك بشكل ترانسبيرنت انا ليه وقفت يعني. حاجه كمان كانت سبب ان انا اوقف برضه، ان انا الكونتنت بتاع الريلز اللي هو كونتنت لازم انت تكتب فيديو في مده دقيقه او دقيقه ونص ويكون بيديليفر فاليو للشخص اللي بيشوفه. اكيد مش انا مثلا الشخص اللي حتى الان ان انا اطلع اليب سينك على حاجه او وات ايفر يعني، بس ان انا اديك فاليو محترمه في دقيقه ونص ده كان بالنسبه لي شيء مرهق للغايه، لان انا مش بس بقى كنت بكتب فيديو في دقيقه ونص بسهوله، لا انا كنت بكتب فيديو وبعد ما اكتب الفيديو اشغل ستوب ووتش واقول الفيديو اللي انا يعني اقراه من السكرين، واشوف هل انا خلصته في دقيقه ونص او دقيقه ولا لا، وارجع اقصقص منه كلام واعمل واخلي واسوي. فكان الموضوع بصراحه مرهق للغايه، وما كانش هيخليني كونسيستنت. مع اني عملتها يعني بفضل الله، عملتها مثلا لمده شهر ونص، كنت بنزل فيديو واحد كل اسبوع، وكل الفولورز اللي انا قلت عليهم دول جم من الحوار ده، ان هو فيديو كل اسبوع بس بالشكل اللي انا بقوله. وده اثبت لي ان فعلا الناس they are caring more about value اكتر من فكره ان انت ايه، هو انت بتنزل كل يوم، هو انت بتعمل مش عارف ايه بتاع، لا يعني الناس مهتمه اكتر ان انت تكون بتديهم حاجه فعلا مفيده يعني. ف ف ف برضو الكلام اللي بيتقال على المحتوى بتاع الريلز وان هو بيأذي الدماغ وهكذا، وان احنا صعب جدا ان حد يقعد يتفرج على فيديو بلين رو كده، ما اعتقدش ان انا هعمل فيه اديتنج خطير يعني. حتى الحاجات اللي انا هسقط فيها كلام او ممكن اتهته فيها وبتاع، ممكن ما اشيلهاش واسيبها زي ما هي. قدرة الناس على انها تتفرج على كونتنت بالشكل ده بقت صعبة. ف مش بقول ان انا هتوقف عن ان انا اعمل ريلز طول عمري يعني، او مش هعمل ده ابدا، ولكن لو الامر له حاجه يعني. بس انا متاكد برضو ان لو حد عايز ياخد فاليو من حاجه، هو هيقعد وهيتفرج على الفيديو ده وهيكمله، وهيكون هو يعني مرتبط بالشخص اكتر من كونه مرتبط بان الفيديو سريع ولا لا، الفيديو فيه اديتنج كويس ولا لا، وهكذا. يمكن اخر فتره كنت بتعرض للمحتوى بتاع البودكاست كتير، مثلا وانا في الجيم وانا باخد ورك اوت بتمشى بتاع بعمل كده يعني. فالنوع ده من المحتوى بصراحه بيصيبك كده بحاله من الريلاكسيشن ضروريه قوي انك تاخدها، في ان انت مثلا ايه، انت تسمع الناس اللي هي بتتكلم في البودكاست دي، سواء الضيف او اللي هو الشخص اللي مستضيف، تسمعه كده وهو ايه بيفكر ويجمع كلامه ويتهته ويعمل ويخلي، فاهم؟ فانت بتخش معاه في الحاله بتاعت ايه، ان احنا في كونفرزيشن سوا يعني، احنا بنتكلم مع بعض. آه، بس فبرضو انا اي ثينك ان انا ممكن الفيديو ده اطلع منه ام 3 فيرجن وانزلها على
سمعت الجمله دي بصراحه في بودكاست كان اليكس هرموزي مع حد تاني، وقال كده بكل بساطه يعني ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل من ان انا ابلش فيديو زي ده. اسوأ حاجه ان هو زي مثلا ما يجيبش فيوز خالص. يعني ممكن في اسوأ من كده، مثلا ان انا اتشتم مثلا، بس طبعا يعني ما حدش هيشتم حد طالع يتكلم، يعني طالع يتكلم عادي عموما يعني. فاسوأ حاجه ان هو ما يجيبش فيوز خالص. فهل ده هيأثر تأثير سلبي بأي شكل من الأشكال على حياتي وعلى شغلي وعلى كل ده؟ يعني بفضل الله مش هيعمل أي حاجة. فبما إني يعني قررت أخش من تاني رحلة الكونتنت كرييشن، فأنا بصراحة يعني مش حابب أعقدها على نفسي بأي شكل من الأشكال. حتى لذلك إن أنا قررت إن التوبيك بتاع النهاردة هو إن أنا أفتح الكاميرا وأتكلم. حتى مثلا يعني السيت اب اللي ورا انتوا ما شفتوش مثلا في الاول هو كان عامل ازاي، بس عشان كنت بشحن المايك المدام مشكوره يعني دخلت وخلت منه شكل بسيط. انا حتى ما كنتش هرتبه، يعني ليه؟ لان زي ما بقول انا ام ايمينج فور ان دي تكون imperfection ستارت. انا مش حابب يكون فيها اي نوع من انواع التكلف اطلاقا. يعني الفيديو ده لو جاب 1 فيو انا I'm very thankful للشخص اللي هيعمل ده واللي هيهتم يعني. فدي الفكره. خلونا نكمل. يعني يمكن كفايه بقى اسباب ان انا ليه توقفت يعني عن الكونتنت. ايه بقى ايه وات انيت فور يو بقى في اللي جاي ان شاء الله يعني. اللي جاي باذن الله ان انا ان شاء الله انا ناوي باذن الله ان انا اكون كونسيستنت في موضوع ان انا انزل فيديو كل يوم سبت. النهارده السبت 28 فبراير، احنا في رمضان الحمد لله. فانا يعني ناوي ان انا انزل فيديو كل يوم سبت، توبكس مختلفه. حتى الان يعني انا ما استقرتش على توبك معين، لان انا شخص متعدد المهارات يعني، اللهم لك الحمد. وعندي تشعبات في حاجات كتيره يعني. ممكن ده ياخدنا للنقطه اللي انا ايه كنت هتكلم فيها، حته انا بعمل ايه في حياتي دلوقتي يعني انا حاليا عندي شغال في انستا شوب فول تايم في تيم الكوميرشال. عندي شركتي سوشيال ميديا، بنعمل سوشيال ميديا ماركتنج سبيشالي ممكن لجيمات، وبنعمل يعني لاندستريز مختلفه، معارض اثاث وحاجات يعني اندستريز مختلفه يعني. وممكن محافظ على تمريني شويه، ممكن بستخدم الاي اي بشراهه كبيره. رجعت تاني للسوفت وير ديفلوبمنت بعد ما كنت قطعته بعد الهندسه، وبعد ما عملت شيفت كارير رجعت تاني بعد الطفره الرهيبه اللي حاصله في كتابه الكودينج. طبعا لا اخفيكم انا كنت بكره كتابه الكودينج. يعني في ناس هي المهاره المحببه ليهم هو ان هو يقعد يكتب كود. انا دي كانت الحاجه اللي انا بكرهها يعني. ممكن اقعد افكر وديبج واحل مشاكل وبتاع، لكن ان انا اقعد بقى امبلمنت واكتب كود وراجع سنتكس وهكذا، كانت دي بالنسبه لي مشكله كبيره يعني. ف... فدلوقتي مع الطفره اللي موجوده ده شجعني بشده ان انا ارجع تاني للسوفت وير اندستري. وعملت بالفعل تو ويب سايتس او تو بروجكتس اشتغلت عليهم وديبلويد ذم، والدنيا كانت لذيذه يعني. فممكن ارجع بقى ايه اشير معاكم حاجات من ده يعني، مقتطفات من ده. بس انا مش حابب الموضوع يكون بيور تكنيكال في شيء معين، قد ما هو انا حابه يكون ايه مور اوثنتيك. يعني الحاجه اللي انا حاسس ان انا محتاج اتكلم عنها الاسبوع ده، او تجربتي خلال الاسبوع اللي فات، او حاجه استفدتها، او حاجه حضراتكم مشكورين طلبتوها، هتلاقوني ايه بتكلم فيها يعني. اعذروني برضو لو انا عيني بتروح في كل حته وانا بتكلم. انا متعود وانا بتكلم ان انا ما بحبش اركز في حاجه معينه. بس انا عارف ان ده في الفيديوهات بيبقى شكله غبي يعني، بس ايه، بس قشطه يعني. انتوا هتتقبلوا اي حاجه لان زي ما قلنا الهدف من الفيديو ده هو فقط البدايه. طيب، فزي ما اتكلمنا ان اللي انتوا تتوقعوه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ان في فيديو هيبقى موجود باذن الله كل اسبوع. آه ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني يا ترى؟ كان في دماغي كذا حاجه. احنا قلنا احنا وقفنا ليه، وقلنا احنا بنعمل ايه في حياتنا دلوقتي، وقلنا احنا بنوعد بايه ان شاء الله في اللي جاي. يعني I believe that's all.
وكفايه كده، وبلاش اكون بحشي على الفاضي يعني. آه، يعني لو انت وصلت للجزء ده من الفيديو، فانا متاكد ان انت اما انك شخص مقرب، او بتشوف الفيديو في المستقبل بعد ما يعني ان شاء الله اكون عملت كونتنت اقوى من كده وقدمت فاليو اكبر من كده، او انت شخص محب بقى بشكل شخصي يعني. فدي برضو حاجه كويسه بشكرك عليها. ذاتس ات، وشكرا ليكم. وانا مبسوط ان انا عملت الخطوه دي جدا جدا النهارده، اللهم لك الحمد يعني. آه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد السبت اللي جاي، ومع السلامه. واو.